كتير مننا بيحس إن مشاكل بطنه دي ملهاش آخر، وإننا جربنا كل حاجة ومش نافع، بس يمكن السبب في حتة تانية خالص. في الشرح ده هنتكلم عن علاقة قوية جدا ممكن تكون هي المفتاح، علاقة اسمها محور القناة الهضمية الدماغ. الإحساس ده إحساس الانتفاخ أو عدم الراحة، اللي هو كأن في حاجة مش مظبوطة جوه. كتير مننا بيحس بيه، والمفاجأة إن السبب ممكن يكون أعمق بكتير من مجرد الأكل اللي بناكله. فالسؤال ده هو اللي هيبدأ معانا الرحلة دي عشان نفهم جسمنا أحسن. طيب ممكن دي تكون مفاجأة لناس كتير، بس الحل فعلا مش دايما في الأكل وبس. يعني لو كل التركيز على نوعية الأكل ممكن ما نوصلش لحاجة. ليه بقى؟ لأن في عامل تاني مهم قوي، عامل كده زي ما يكون بيتحكم في كل حاجة من ورا الكواليس، وهو حالتنا النفسية والعصبية. طيب، عشان نفهم إزاي الحالة العصبية بتأثر على الهضم، لازم نتعرف على البطل بتاع القصة دي كلها، وهو العصب الحائر. خلينا نتخيل الموضوع كده. العصب الحائر ده عامل زي أوتوستراد، طريق سريع جدا بيربط بين المخ والجهاز الهضمي. طريق رايح جاي، هو اللي بينقل الإشارات ما بينهم طول الوقت. يعني هو اللي بيوصل للمخ ويقول له أخبار البطن إيه، وفي نفس الوقت بيقول للبطن إمتى تشتغل وإزاي تهضم. والأهم من كل ده، هو المتحكم الرئيسي في إحساسنا بالهدوء أو بالقلق والتوتر. يعني الخلاصة إيه؟ إن صحة الهضم مرتبطة بشكل مباشر جدا بحالة أعصابنا. العصب الحائر ده هو المفتاح، يا إما يفتح باب الهضم المريح والسليم، يا إما يقفله خالص لو الواحد متوتر. وهنا الفكرة بتبان قوي. لما الأعصاب بتكون متوترة، الجسم بيدخل في حالة طوارئ، كأنه بيستعد للخطر. فكل طاقة الجسم بتروح للعضلات وللحواس، والهضم ده بيبقى آخر حاجة الجسم يفكر فيها. على العكس تماما، لما الأعصاب بتهدى، العصب الحائر بيبعت إشارة اطمئنان، بيقول الجسم كله تمام، الدنيا هادية، وساعتها الجهاز الهضمي بياخد فرصته ويشتغل براحته وبكفاءة. طيب تمام، فهمنا المشكلة. إيه الحل بقى؟ الخبر الحلو إن الحل في إيدينا، وأبسط بكتير مما نتخيل. خلينا نشوف إزاي ممكن نوصل لحالة الهدوء دي بخطوات بسيطة. طيب، هل ممكن فعلا نهديه؟ وهل الموضوع بسيط للدرجة دي؟ الإجابة أيوة، في خطوات بتستهدف تهدئة العصب ده بشكل مباشر. بصوا، الحل كله في 3 خطوات سهلين ومباشرين. أول حاجة، النفس. نفس عميق وبطيء، دي أقوى رسالة أمان ممكن نبعتها لمخنا. تاني حاجة، الحركة الهادية، مش رياضة عنيفة، لأ، مجرد مشي بسيط بيقلل هرمونات التوتر. وآخر حاجة، الأكل نفسه، ناكل على مهلنا ونمضغ كويس، ده بيدي إشارة للجهاز الهضمي إنه يستعد ويستقبل الأكل صح. طيب لما بنعمل الخطوات دي، إيه اللي بيحصل بقى؟ خلينا نشوف النتيجة. إيه اللي بيحصل فعلا لما الأعصاب بتبدأ تهدى؟ هي دي المعادلة كلها. لما الأعصاب تهدى، البطن بتسمع كلام، يعني الهدوء النفسي ده بيترجم بشكل فوري ومباشر لراحة في الجهاز الهضمي. لما العقل بيرتاح، الجسم كله بيرتاح معاه، وأول واحد بيستجيب هو الجهاز الهضمي. ودي كانت بس مجرد بداية. العلاقة بين المخ والجهاز الهضمي دي عالم كبير ومليان تفاصيل وأسرار مهمة جدا لصحتنا. عشان كده تابعوا معانا السلسلة دي عشان نكمل اكتشافاتنا عن محور القناة الهضمية الدماغ.